عبرت الغرفة السفلى للبرلمان بالجزائر عن استنكارها الشديد لما وصفته بالتصريحات غير المسؤولة الصادرة عن الرئيس الفرنسي. واعتبر مكتب المجلس الشعبي الوطني بالجزائر في بيان عقب اجتماعه برئاسة إبراهيم بوغالي أن هذه التصريحات تمثل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر ومساسا بسيادتها وكرامتها بشأن قضية قيد النظر وفق القوانين الجزائرية. التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن الرئيس الفرنسي تمثل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر ومساسا بسيادتها وكرامتها بشأن قضية قيد النظر وفق القوانين الجزائرية، وهي محاولة مكشوفة لتشويه صورة الجزائر ومؤسساتها السيادية.